بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مادة الحاسب الآلي لغات، النهاردة هنحل أسئلة الكتاب المدرسي للدرس الثاني نظم التشغيل اللي هو Operating System. تمام؟ السؤال الأول بيقول ضع علامة صح أو خطأ. Operating system must be installed on the computer to able to operating the reset kinds of different programs and applications. معنى الكلام ده ايه؟ معناها ان انت لازم الاوبريتنج سيستم يتحمل على جهاز الكمبيوتر عشان يبقى له القدرة على طبعا تحميل تمام البرامج المختلفة والتطبيقات المختلفة. بمعنى ان انت بدون ويندوز ما تقدرش تحمل اي برنامج. على سبيل المثال مثلا برنامج الوورد مثلا ما ينفعش احمله بدون ويندوز، بدون اوبريتنج سيستم. لازم يبقى في اوبريتنج سيستم على الجهاز عشان احمل اي تطبيق او اي برنامج اخر. تمام؟ طيب the user can prompt commands and instructions of operating system through command prompt. يعني اليوزر تمام بيستخدم محس او محس الاوامر تمام والتعليمات تمام اوف اوبريتنج سيستم عن طريق الكوماند برومت. تمام؟ طيب هو ايه معنى الكلام ده؟ هو اصلا كان في الانظمه التشغيل، كان في نظام تشغيل قبل الويندوز يا جماعه. قبل الويندوز كان في نظام اسمه دوس او ديسك اوبريتنج سيستم. ده عباره عن شاشة سوداء تمام بيتم من خلالها كتابة الأوامر عن طريق الكيبورد. فالكوماند برومنت معناها إن كان اليوزر بيكتب كل الأوامر أو الانستراكشنز كلها أو الكوماندز كلها على الكيبورد. تمام؟ طيب وما كانش فيه استخدام للماوس نهائي. بعد كده طوروا الأنظمة وخلوها تشتغل بنظام الجي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، وعملوا نظام الويندوز والايقونات، وان اليوزر بدل ما كان بيستخدم الكيبورد في كتابة الاوامر او الكوماند برومت، لا دلوقتي بيستخدم الماوس بسهولة. تمام؟ عن طريق نظام الجي يو اي اللي شغال بيه الويندوز حاليا. خلاص؟ يبقى دي الاجابة دي ايه؟ صحيحة. يبقى اليوزر كان بيستخدم الكوماند برومت عشان يحط التعليمات بتاعته على جهاز الكمبيوتر تمام عن طريق الكيبورد. يبقى الاجابه دي صحيحه. ماك او اس او ماك اوبريتنج سيستم تمام is one of the open source program operating system. هو الماك او اس طبعا مش open source operating system، لا ده closed source operating system. فلذلك الاجابه دي ايه؟ خاطئه. طيب الاندرويد is an open source operating system. اجابه صحيحه. تمام؟ طيب second question define three functions of operating system. انا عايز 3 وظائف للاوبريتنج سيستم. اول وظيفه manage storage units and the other components of computer. يعني معناها ان الاوبريتنج سيستم بيدير وحدات التخزين وبيدير الوحدات الاخرى زي البرينتر والاسكانر. تمام؟ طيب organize the software dealing with memory. يعني هو بينظم البرامج اللي بتتعامل مع الميموري. transmit data بينقل البيانات among the different unit. يعني بينقل البيانات ما بين الوحدات المختلفة and save them on storage. يعني بعد كده بيخزنها في وحدات التخزين. secure مسؤول عن الأمان والحماية عن طريق الباسورد different user validity. تمام؟ طيب يبقى هو طبعا اليوزر بيقدر يحط باسورد للجهاز بتاعه تمام؟ وبالتالي بيعمل حماية للجهاز عن طريق ايه؟ الاوبريتنج سيستم. طيب provide interface for users through which the user can deal with computer. طبعا بيمدنا
الاوبريتنج سيستم بالجرافيكال يوزر انترفيس، زي ما احنا قلنا الواجهه الرسوميه اللي بتسهل على اليوزر استخدام الكمبيوتر. دي برضو احد وظائف الاوبريتنج سيستم. خلاص. طيب السؤال اللي بعده show the most important advantage of GUI او الجرافيكال يوزر انترفيس. ايه هي مميزات الجرافيكال يوزر انترفيس او الواجهه الرسوميه؟ اول حاجه showing programs in a regular window frames، يعني بيظهر لي البرامج عباره عن مجموعه من النوافذ. تمام. طيب using simple drop down menu and toolbars، طبعا البرامج بيبقى فيها دروب داون منيو يعني قوائم زي ما انتم شايفين كده اهي، عباره عن قوائم، وفيها برضو تول بار اللي هو بيبقى فيه شريط الادوات اللي فيه الاوامر. طبعا ده بيسهل على اليوزر استخدام البرنامج. تمام. اللي هي الدروب داون منيو والتول بارز بتسهل على اليوزر استخدام البرنامج. ايه تاني؟ the capability of operating several programs at the same time، يعني القدرة على تشغيل برامج متعددة في نفس الوقت. يعني أنا ممكن من خلال الجرافيكال يوزر انترفيس أو الأوبريتنج سيستم أفتح كذا برنامج في نفس الوقت، برنامج الوورد، الإكسل، الفوتوشوب، كلهم في نفس الوقت يشتغلوا. تمام. طيب the capability of using Arabic and other language as application interface، معناها ايه؟ القدرة على استخدام اللغة العربية ولغات اخرى على الابليكيشن اللي انا شغال عليه. يعني ممكن الابليكيشن ده اشغله باللغة العربية او اي لغة تانية. provide web browsers for websites page. طيب يعني ايه معناها؟ ان هو طبعا بيمدني بالبراوزرز اللي هي برامج تشغيل النت زي جوجل كروم، زي فايرفوكس، زي الاوبرا. كل دي برامج بتمكنني ان انا ادخل على الويب سايت او ادخل على الانترنت. تمام. دي مزايا الجي يو اي. طيب what is the main function of self-test programs؟ السيلف تيست بروجرام ده يعني بمجرد ما انا بعمل تيرن اون للكمبيوتر بتاعي بيشتغل السيلف تيست بروجرام، اللي هو برنامج الفحص الذاتي، بيقوم بفحص كل مكونات الجهاز، بحيث لو كان في عطل في اي مكون من مكونات الجهاز هيدي لك ايرور. طيب معنى الكلام ده ايه؟ on starting the computer the self test program which found in ROM، يعني السيلف تيست بروجرام ده متخزن في الروم اللي هي read only memory. تمام. makes sure of the safety of main units. تمام. بيشوف اليونتس اللي هي بيعمل تشيك على كل وحدات الجهاز. تمام. such as temporary memory اللي هي الرام والكيبورد والسكرين والديسك درايفرز. يعني هو بيعمل تشيك على كل الوحدات الاساسيه زي الرام اللي هي الراندوم اكسس ميموري والكيبورد والشاشه السكرين والديسك درايفرز. تمام. لو لقاهم شغالين خلاص كده ايه، بيحمل بعد كده الاوبريتنج سيستم بتاعك اللي هو الويندوز. تمام. طيب ده المقصود بالسيلف تيست بروجرام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله باذن الله في الدرس القادم هنحل اسئله ليسون 3. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.